الفارق اللي كان بيناتنا هما صبحت دولة عجوز وحنا صبحنا دولة شغالة كيما هما، وراكم شفتوا ولا هم يتبعوا ما عندناش البطاله كما هما، وما عندناش البطالة كيما هما. دونك انا معليش حاب نحاول نلقى اعذار الرئيس المعين عبد المجيد تبون. بالنسبه للارقام سانكول با، يعني الارقام غير متطابقه مع الواقع. الحقيقه في ارض الواقع كيفاش تقول بانه المعيشه في فرنسا تعيسه كوشمارديسك وصعبه على اساس في الجزائر جنه؟ يعني مرة أخرى جميع حقوق البث محفوظة للعاهل المغربي، لكن العالم الآخر صراحة أنا لا أجد مصطلح واحد آخر صراحة. السيد عايش في، أنا قلت لهم سي موند باراليل، لو موند باراليل دو ريجيم الجيريان، العالم الموازي اللي يعيش فيه النظام الجزائري اللي احنا ماناش عايشين فيه، اللي الارقام لا تتوافق معه، لانه حتى لو تحب تلقى له عذر لا تجد عذرا. هذا في الارقام. نروح الان للواقع، ماذا يحدث في الجزائر هذه اللي المعيشه فيها جنه بالمقارنه مع فرنسا؟ اروح نشوفوا بعض الصور يا جماعه، ما نتقلقوا ما والو، نشوفوا قليل من الصور في الجزائر. نستناو من وحده تاع الصباح وحنا نستناو، ومن بعد قال لك ما كاش الكباش من وحده تاع الصباح، والبارح قالوا لنا رواحوا دوا الكباش اليوم. البارح قالوا لنا رواحوا، من الناس قالوا لنا رواحوا، قالوا لنا رواحوا، والبارح باعوا في الشبلة. يا اخي راك تشوف من الواحدة صباحا وهادو الناس ينتظروا. انا ما فهمتش كيفاش كانوا يضحكوا على الجاره الغربيه، قال لك راهم الغاو العيد. يا سيدي نلغي عيد الاضحى وما نشوفش المظاهر هذه، وما نوقفش من الواحده صباحا في طابور. هذا يحطمت الارقام القياسيه تاع وقت الطوابير هذوك على الماء، الطوابير على الحليب، الطوابير على الزيت، الطوابير على البقوليات، على العدس، اللوبيا كذا. اليوم تجاوزت البصل اليوم من الواحده صباحا. علاش؟ باش يشري كبش بامواله. هذه دون الحديث عن القرعه، يعني الصور راهي من كل بلاصه. من وحده. ها نزيدو نشوف. خوتي السلام عليكم. هذه اللي يبغي لك باش تاع رومانيا لازمني الشوفري ويساكريتي. اللي يبغي لك باش تاع رومانيا وشوفوا الوضع تاع المدن، شوفوا هذه. قال لك المعيشه تبون، قال لك المعيشه في فرنسا تعيسه. هاي الجنه، هاي الجنه اللي مفرطين فيها الفرنسيين. لك باش تاع رومانيا في روما. نعم دوك الشعب الجزائري راه يقول لك يا ليتنا كنا مغاربه باش ما نعيدوا، ما نروحوا نشريوا الكبش، ما نشوفوا المظاهر هذه الكارثيه صراحه، اللي تشوه صوره البلد اكثر مما راهي مشوهه. راهي من كل المدن، راهي من كل المدن. ها طوابير يعني كارثيه. شوف كيفاش على جال كبش، شوفوا الكبش كيفاش ينتظروا فيه، شغل انجاز عظيم. هاو جاب كبش تاع رومانيا. الناس تحتفل بالانجازات بشركات جديده ما على باليش. حنا راهو جابوا كبش تاع رومانيا خروف قط، ماشي حتى يعني تقريبا قطط، لكن ما عليناش. لو غير كانت تباع بشكل يليق. انا هو قال لك نجيبوا 1.5 مليون كبش على كل حال. 1.5 مليون هذه زدتها من عندي، لكن احنا بلد 1.5 مليون شهيد، بلد 1 كبش، من بعد مرات نصيروا بلد 5 ملايين و630 الف شهيد، مره بلد 10 ملايين. المهم كل مره على حسب التضخم، مره يكون تضخم، مره تنزل شويه القيمه تاع في الاسواق، على حسب هذه نخرجوا